بحيث ان الفيديوهات دي اصلا بتجيب شغل. يعني الفيديوهات دي اصلا بتخلي العملاء تثق فيك. يعني بجد دي نصيحة لأي حد في أي مجال، والله بجد في أي مجال. صور شغلك نزله وقول تريكات في شغلك عادي، بقسم الأرزاق ربنا، محدش ياخد رزقك. حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إلهي أنت حسبي وأنت نعم الوكيل. إلهي أنت حسبي وأنت نعم الوكيل. صباح الخير، صباح الفل، صباح الخير عليكم كمان. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بتشوفوا في الفيديوهات وانا في تمرين السباحه البونيه اللي بلبسه عشان الكلور والنضاره. غالبا كده انا سبتهم في النادي اخر التمرينه دي انا صورتها. يعني التمرينه دي انا صورت فلوج بس لسه ما منتجتوش وما نزلتوش. بس نسيت النضاره والبونيه هناك غالبا لان هما مش في البيت، فهرجع اسال عن النضاره. هعمل برضو ايه، هعمل اللي اقدر عليه. والحمد لله معايا نضاره احتياطيه فاتمرن بيها النهارده، والله المستعان. الحمد لله الحمد لله. ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ الموتوسيكل بتاعي. يعني بصوا، لو الدنيا طالعه مش هتشوفه. طب استنى ولا على الكشاف. دي البنيلي اللي هي كانت حلم حياتي، بس يعني الحمد لله. وشايفين المكنه بتاعتي فين؟ هناك اهي. هبقى اشاور لكم عليها في المونتاج. هي الاحمر في الاسود اللي هناك دي. فانا لازم اطلع حلم حياتي، اطلع البنيلي واطلع الهوجن 3 دي عشان اعرف اطلع. تمرين قبل التمرين، الله المستعان. هعرف اصور وانا سايق ولا لا؟ بس انا صورت كتير وانا سايق، فخليني اوصل التمرين وارجع لكم. باي. ميه سخنه جدا، مش جدا. جرب النضاره الجديده. ماشي. مش تمرين. عايزين بقى نلم حاجتنا واحده واحده، بعد كده ايه نغير. ناخد دش عشان نرجع نكمل. يا لهوي على اللي انا فيه، سحلة الشغل. اه هو بيبقى نايم يعني الصبح، بيبقى مش موجود، بس خش يركني على طول.
بفكر ان انا اقول تريكات واقول حاجات للناس اللي هم اصلا مصممين بس ما عندهمش خبره، فما وقعوش في المشاكل اللي انا وقعت فيها على مدار ال7 سنين او ال8 سنين اللي انا اشتغلتهم في التصميم. ده هيساعدهم، هيأثر عليهم المسافه قوي في اول فيديو ان شاء الله، بحيث ان الفيديوهات دي اصلا بتجيب شغل. يعني الفيديوهات دي اصلا بتخلي العملاء تثق فيك. يعني بجد دي نصيحه لاي حد في اي مجال، والله بجد في اي مجال. صور شغلك نزله وقول تريكات في شغلك عادي، ما تخافش. يعني يعني اللي بيقسم الارزاق ربنا، ما حدش ياخد رزقك، والله بجد ما حدش ياخد رزقك. لو البشر كلهم بيشتغلوا نفس مجالك مش هياخدوا رزقك، هيجي لك رزقك لحد عندك. حاجتين ما تقدرش تهرب منهم، الرزق والموت يعني. فالرزق مش انت لو حاولت تهرب منه مش هتعرف. تصور شغلك نزله، ده بيخلي العملاء تثق فيك، تفهم، تعرف ان انت عندك خبره في المجال ده. تلاقيهم بيكلموك، تلاقي ناس بتخش تكلمك في التعليقات عايزينك تشتغل. لو بتنزل على الفيس مثلا تلاقي ناس بتخش تبعت لك عايزينك تعمل لنا شغل بجد. فالله المستعان. لا نبدا كده ونشوف. ضرسي وجعني جدا جدا. عايز اقول لكم انا حشيته 3 مرات في 3 عيادات مختلفه، بس كان حشو عادي. يعني كل ما اروح لدكتور يقول لي لا مش محتاج حشو عصب. انا ضرسي هيموتني، يعني انا الوجع ما بيروحش. ما تهزرش. السلام عليكم. عامل ايه؟ عايز مسكن اللي هو بتاع السنان. ألف شكر. كنت وانا داخل الصيدليه، فهو في شاب واحد بس هو اللي شافني، فهو بص له واضحك وانا طالع، اللي هو انت الوحيد اللي شفتني. جبت اللي هو بايبروفين. هو مسكن قوي، بس هو غلط، يعني هو كتره غلط. ويلكم باك. ايه الاخبار؟ الساعه 12. الساعه دلوقتي 12 وانا بنام قوي. بمنتج دلوقتي فيديو حج وعمره وكده. بس راجع البيت، رحت العيادة وكشفت، بس حصل موقف مش ظريف هناك، ومش حابب ان انا احكيه، مش حابب ان انا اتكلم عن الموضوع عموما. بس هو باختصار يعني الكلام اتغير، يعني العرض اللي كانوا قايلين لي عليه بص لقيت الكلام اتغير تماما. فدي كانت بداية وحشة جدا، فقررت ان انا مش هكمل معاهم. يعني عندي شوية شغل على اللاب لسه ما خلصوش، فاحاول ادوس على نفسي. انا كنت بسقط اصلا، يعني كنت اخر ساعتين في الشغل دول انا كنت بنام حرفيا، كنت قاعد بعمل كده. فاحاول اخلص اللي ورايا دلوقتي، ادوس على نفسي ساعتين كمان ولا حاجة. فخلينا نقفل الفلوج هنا، اشوفكم في فلوجات جاية تانية كتير. سلام.